فاجعة أخرى تهتز لها مدينة مغربية بعد واقعة إقليم أزلال التي أودت بحياة 24 شخص دفعة واحدة. 24 أسرة تمات بعد هذه الكارثة. وقعت مجددا اليوم واحد الكارثة بواحد العرس مغربي، والضحايا أكثر من 18 ضحية. لنتعرف عن هذه التفاصيل الإخبارية العاجلة والصادمة واللي غتصدمكم أكيد. لكن قبل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك على القناة باش دائما تتوصلوا بكل جديد أخبارنا المغربية. شكرا جزيلا لكم، والآن إلى التفاصيل. تحول اليوم موكب عرس في بني عروس إلى مأتم في مشهد ضواحي العرائش زوال اليوم. وقالت مصادر الجريدة أن الحادث وقع بمتجر أولاد الرياحي قرب مدار كروز بإقليم العرائش بعد اصطدام سيارة خفيفة بسيارة أخرى من الحجم الكبير كانت تقل 18 شخصا من النساء والرجال، وكانت قادمة من متجر الخرشافة في اتجاه بني عروس خلال موكب عرس. هذا وخلقت الحادثة إصابة 20 شخصا، بعضهم حالتهم خطيرة، نقلوا على وجه السرعة لمستشفى محمد الخامس بعدما تلقوا الإسعافات الأولية بمستعجلات أصيلة. واستنفر الحادث هذا السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان لمعاينة الواقعة قبل نقل المصابين حول المستشفى أو صوب المستشفى، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على الظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. هذه الحادثة هي رقم 2 بعد الحادثة المميتة اللي وقعت يوم أمس والتي سقطت فيها الكثير من الأرواح. فشكل يوم الأحد الماضي 6 غشت الجاري يوم دامي سقطت فيه الكثير والكثير من الأرواح بسبب حرب الطرقات ودفعة واحدة.